قصة ومعنى. الخباز الطيب. في حارة بسيطة من زمان كان فيه خباز عادي جداً، لكن قلبه كان مش عادي. قصتنا النهاردة عن الخباز الطيب. كل يوم قبل طلوع الشمس كان الخباز بيفتح مخبزه الصغير، يبتسم للناس وتملأ الحارة ريحة العيش الطازة. الطفل الجعان اللي يعدي من قدام المخبز عمره ما رجع فاضي. الخباز كان دايماً يمد له إيده برغيفين دافيين، والست الكبيرة اللي ما تقدرش تمشي من التعب كان يديها العيش ومعاه كيس صغير من الحلاوة يفرح قلبها قبل معدتها. لكن الدنيا دارت والمخبز وقع في أزمة. الفرن طفى والخباز قاعد مهموم مش قادر يجيب دقيق. لكن الخير ما بيروحش. الطفل والست الكبيرة والجيران جم كلهم شايلين معاهم دقيق وأكل عشان يقفوا معاه زي ما وقف معاهم. ورجع المخبز ينور من تاني، ورجع العيش يدفي قلوب الناس. ومن يومها عرفوا إن الطيبة والخير عمرهم ما بيضيعوا. وبكده خلصت قصتنا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.